السنة دي 60% من خسائر الفلاحين هي غلاء سعر إيجارات الأراضي الزراعية وغلاء التقاوي والسياسات الزراعية المتبعة من الحكومة. موسم الرز الشعير تقريبا كده انتهى، وهيبقى فيه ثبات في أسعار الرز الشعير الفترة اللي جاية. ممكن يرتفع 100 يقل 100 يرتفع 200 ينخفض 200، وإن شاء الله انتظر الزيادة خلال موسم التقاوي أو موسم ضم القمح. الكلام ده بنوضحه للناس علشان بيسألوا كتير أسعار الرز هتعمل إيه الفترة اللي جاية. السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. قناة الزراعة الحديثة قناة استرشادية لأسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز وأسعار جميع المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. برضو بنقدم في القناة المعاملات الزراعية والتوصيات الفنية لمختلف المحاصيل. هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا على القناة بتتكلم عن زراعة الفاصوليا واللوبيا والكراوية وزراعة مختلف المحاصيل والرز والقمح والقطن وجميع المحاصيل اللي ممكن تخطر على بالك هتلاقيها إن شاء الله موجودة على القناة. أسعار الرز اليوم: سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب كسر من 8 ل 10%، بيتراوح سعر الطن من 26,600 جنيه ل 26,800 جنيه. بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسورتكس. أما أسعار الرز الأبيض العريض كسر 5%، شكارة كمبيوتر متوسط سعر الطن من 26,800 جنيه ل 27,000 جنيه، على حسب طبعا جودة البضاعة ونظافة البضاعة بيتم تحديد الأسعار. سعر الرز الأبيض الرفيع كسر من 8 ل 10%، من 24,500 ل 24,700. أما سعر الرز الأبيض الرفيع كسر 5%، من 24,500 جنيه ل 24,900 جنيه للطن. بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسورتكس وشكارة كمبيوتر. أما الرز الأبيض الرفيع الشعبي كسر من 20 ل 40%، متعبى في شكاير عادية من 23,000 ل 23,200 جنيه، ولكنه مخلوط عليه كسر الرز الخشن ومخدوم كويس من المضرب. أما أسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن على حسب نسبة التصافي وجودة البضاعة من 17,000 ل 17,200 جنيه. وسعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 15,700 جنيه ل 15,900 جنيه للطن. الأسعار بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد. أما أسعار المخلفات: الصرص المطحون 1,200 جنيه، وكسر الرز الناعم 13,200 جنيه، وسعر الكونة 10,400 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.